في الواقع أحب أن أستفيد من تجربتك الغنية إلى حد بعيد وأنت تكتب المقالة السياسية بالتحديد. لو سألتك عن خصائصها وكيف كان تعاطي المثقف الكردي معها، هل عالج إشكالات واقعية من خلالها بمصداقية؟ المقالة السياسية طبعا المقالة أنواع كثيرة، ومنها المقالة السياسية، وهي من أكثر أنواع المقالة التي تكتب في الخصوصية الكردية، أقول في هذا الجزء الكردستاني الذي نعيش فيه، لأن وسائل النشر لم تكن تسمح بنشر غيرها من المواضيع الاجتماعية والثقافية العامة، قليلة النشر كانت. أنا ما كانت تنشر أحيانا هذه المقالات في المجلات التي كانت تصدرها، قلنا كانت مجلات نصف سنوية أو سنوية. المقالة السياسية لم تكن ناجحة بالمعنى المطلوب، لأنها المقالة كان مقالة حزبية، لم تكن مقالة سياسية، وهناك فرق كبير بين أن تكون صحافة حزبية أو صحافة سياسية عامة. فكاتب المقالة إن كان كاتبا ملتزما بذلك الحزب الذي ينشر هذا المنشور، أو كاتبا مستقلا، إنما كانوا يتقيدون بنهج الحزب، لم يكن تتوافق المقالة مع نهج الحزب، مع برنامج الحزب. نعم. وغير ذلك لا يتم نشر المقال أو يتم شطب الأفكار التي تخرج عن ذلك الحيز. المقالة السياسية وهي من أكثر المقالات التي كانت تنشر ولغاية اليوم، لأن السياسة أو النشاط السياسي أصبح جزءا من الهم الخاص والهم العام، فالإنسان يجد نفسه مضطرا لتناول هذا الموضوع وفق إمكاناته المتاحة. أصبحت الآن الفرص أكثر متاحة لنشر المقالة بحرية أكثر، فمثلا كاتب المقال إن لم يتم نشره في جريدة هذا الحزب سينشرها في جريدة أخرى، إن لم يتم نشرها في الجرائد الحزبية سينشرها في مواقع الإنترنت، في مواقع الفيسبوك. حتى هناك موضوع آخر، هناك مواضيع ذات حساسية أو قد تكون فيها من الجرأة ما لم يتم قبولها، قد يلجأ الكاتب إلى نشرها باسم مستعار. حتى بالفيسبوك هناك أسماء مستعارة كثيرة يطرحون المقالة أو الأفكار التي يريدون نشرها أو التي قد تصطدم بعقبات كثيرة ويتم صدها، فيتم نشرها بأسماء مستعارة وينتهي الموضوع. طبعا الفيسبوك هناك من له آلاف الأصدقاء، يعني يتم نشرها بمجال واسع. ولماذا المقالة هي الأكثر قراءة في هذه المرحلة؟ قد يرتاح الكاتب بالمقالة وهي تلقى القبول لدى الآخرين، فالفكرة التي قد تنشرها في قصيدة أو في قصة أو أقصوصة أو إلى آخره، أو في مجال مسرح، المسرح لا يتم نشره إلا في المناسبات، وليكن في عيد النوروز أو بالمناسبات القومية الأخرى، وإنما المقالة تقرأ المقالة في كل مكان وزمان، وهذه إحدى العوامل التي يتحمس أو يتشجع الكاتب لطرح أفكاره عبر المقالة وليس بالسوء آخر من الشعر. فالشعر روادها قليلون جدا، وكذلك المسرح والقصة، فيجد الكاتب متنفسا يستطيع أن يعبر عن آرائه وأفكاره من خلال مقالة، وهي الأكثر تداولا وانتشارا وقراءة من قبل القراء، وهو بالأول والأخير يعني يريد أن يطرح أفكاره للناس للقراء، يعني لذلك يتم التركيز على المقالة السياسية أكثر من بقية الجوانب الأدبية الأخرى. أستاذ عدنان بشير، لو انطلقت من خصوصياتك نحو العام وسألتك كيف انعكس الوقت الذي مارسته في الكتابة على حياتك من ناحية السلب والإيجاب؟ نعم، بصراحة عندما أي كاتب كان يعني عندما يبدأ بالكتابة ويكتب يكون الكتابة على حساب راحته وراحته الشخصية وعلى حساب مستلزمات العائلة ودراسة أولاده، لكنه يقوم بواجب بتصوري أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، أن الكاتب يجب أن يضحي بكثير من خصوصياته الشخصية والعائلية، يستطيع أن يخدم المصالح العامة ومصلحة الشعب والوطن، لأن مصلحة الوطن والمواطن فوق مصالحنا جميعا.
قد يأتيني كثير من الجهد والعناء لكتابة دراسة أو بحث، قد يستغرق معي أسبوعا أو 10 أيام ذلك البحث أو تلك الدراسة، لكنني على الأقل من وجهة نظري الشخصية أجد أنني أخدم قضيتي وقضية شعبي، فلا ضير أن يأتيني بعض التعب أو الجهد أو الأرق. فالتضحية بالذات والنكران الذات هو أحد العوامل الأساسية للإنسان الذي يريد أن يخدم وطنه وشعبه. وإذا اعتبرنا الإبداع هما بمعنى ما، أليس عدم العناية والاهتمام بالمبدع هم إضافي؟ نعم، العناية بالمبدع يكاد يكون معدوما في واقعنا الكردي، فمن الذي يهتم بالمبدع أو بنتاجاته الإبداعية؟ فالكاتب من المفترض أن ينتهي عند كتابة النص الإبداعي، وتأتي عوامل أخرى للنشر يفترض أن تكون هم مؤسسات، يعني كاتحاد كتاب الكرد، روابط ثقافية، دار نشر معينة، عليهم أن يكملوا المهمة. لكن في الواقع الحالي معظم الكاتب هو الذي يكتب، هو الذي يقوم بتنظيم المادة بعد مراجعتها اللغوية والنحوية، هو الذي يحاول أن يخرجها بالإخراج الفني الخاص به، وأن يتم طباعتها على حسابه ونفقته الخاصة ويتم توزيعها. فهذه الأمور ليست من مهام المبدع نفسه، لكن لا يجد ولا صوت لمن ينادي، فيضطر أما أن تبقى كتاباته منزوية في أدراج مكتبته إن كانت له مكتبة، أو أن يهجر الإبداع. فالكاتب بين أمران كلاهما مر. وهل ما زلت بنفس عنفوان التوجه نحو الورقة البيضاء لكتابة نص ما، أم أن هناك برودا بينك وبين الكتابة؟ أنا من ناحيتي قد أكون أكثر حماسا الآن للكتابة من ذي قبل. بصراحة كتبت الكثير من المقالات، قد بلغت المئات من المقالات التي كتبتها ونشرتها من ذي قبل، لكنني الآن متوجه للتخصص في مجال الكتابة. فالمقالة وكتابة المقالة وحدها لا يكفي رصيدا للإنسان، إنه قد يقرأها مئات أو وليكن آلاف الناس وتذهب الفكرة. لكن التخصص نحو مجال الكتابة، خاصة في مجال التأليف والإعداد، هذه من المسائل الهامة التي لم نكن نعتري ذلك بأهمية معينة. حتى بعض الكتاب المثقفين تجدهم تنحصر كتاباتهم في مجال الكتابة بالإنترنت أو بالفيسبوك أو غير ذلك أو بالمجلات والجرائد الحزبية، لكنهم مطالبون بالإقدام على التأليف والإعداد ونشر كتاب. إن لم أكن أستطيع أن أنشر كتبا، قلت قبل هذا، أستطيع أن أنشر هذه الأفكار على شكل كتاب إلكتروني في المواقع الإلكترونية، أستطيع أن أنشرها في مواقع الفيسبوك، أستطيع أن أنشرها. وهناك بصراحة تم إتاحة الفرصة للكثير من الكتاب أن يتم طباعة إنتاجاتهم في بعض المؤسسات، على الأقل في أوروبا، في الخارج، في أجزاء كردستان الشمالية والجنوبية، كردستان العراق وكردستان تركيا، وقد نرى مجالا في جزئنا الذي نعيش فيه. فالمهم أن يقوم الكاتب بالكتابة ويقوم بواجبه، وتأتي المراحل الأخرى فليحتفظ بها بالنسخة الوحيدة المنضدة على الكمبيوتر، أو يستطيع أن يحصل على نسخة ورقية أو عدد نسخ ورقية يحتفظ بها ريثما تتاح له مجال الطباعة. وبالعموم كيف تقيم علاقة الكاتب الكردي بكتاباته في بداية انطلاقته وفي نهاية رحلته مع هذه الكتابات بحكم العمر؟ ألا يصدمه واقعه وأنه قد خرج من مولد الثقافة بلا شيء؟ الكاتب أي كان، وخاصة الكاتب الكردي، عليه أن يتأقلم مع الواقع وأن يسير الواقع وأن يقدم الحلول للواقع الحالي، هذا الواقع المؤسف الذي نعيشه. عليه أن يطرح الأفكار لحل تلك المشاكل دون أن يصيبه اليأس والقنوط. فالكاتب عليه أن يكون متفائلا ويحلم بالغد الآتي. وأنا بتصوري، وأنا واحد من هؤلاء الناس، أقول إن أجمل الأيام هي التي لم تأتي بعد. نعم. وحسب تعاطيك مع الأوساط الثقافية الكردية، كيف تنظر إلى جيل الشباب؟ وهل سيكون حظه أوفر من حظكم مع الشهرة وتحقيق الأحلام التي تحدثت عنها؟ هذه سيرة الحياة،
وجيل الشباب دائما هو الجيل الأكثر عنفوانا، الجيل الأكثر نشاطا، الجيل الأكثر إبداعا، والجيل الذي ينسجم مع الواقع بشكل سريع. فالشباب هم أمل الأمة، هم أمل الغد، هم أمل المستقبل. هؤلاء الشباب يترتب عليهم مهام عديدة، لكن الفرص متاحة أمامهم، سيحققون الإنجازات أكثر منا. ونحن الذين عانينا الأمرين في بداية حياتنا، فأنا من الناس الذين لم تكن مسائل حتى الثقافة لم تكن متاحة أمامنا، فلم نكن من أشهر وأشهر نلتقي أو نتلقى منشور أو جريدة أو مجلة ثقافية، والحصول على كتاب ثقافي إن كان باللغة الكردية أو باللغة العربية من الأمنيات الغالية الذين كانت لم نكن نحصل عليها إلا بشق الأنفس. لكن الآن الفرص متاحة، إن لم يكن لديك مكتبة ورقية كما هو موجود لدينا نحن قدامى، لكن هناك فرص أخرى. مثلا هناك المكتبة الإلكترونية، تستطيع أن تحصل على مئات إن لم يكن آلاف الكتب من مواقع الانترنت دون أي عناء أو دون أي تكاليف مادية. إذن الفرص أصبحت سانحة أمام الشباب وأمام نحن من تجاوزنا العقد 50 أو 60 من العمر، فنحن متفائلون بهذا الصدد. ومن جانب آخر، كيف يمكن تجاوز الفردية في العمل الثقافي والذي له أهمية بطبيعة الحال؟ كيف يمكن التحول نحو أطر ثقافية أكثر فعالية وتأثيرا على مستقبل الثقافة الكردية بالنهاية؟ الحالة الفردية لا يمكن إهمالها أو تخطيها أو الشطب عليها، لأن الإبداع هو بحد ذاته عمل فردي. لكن بتصوري أن العمل الناجح يجب أن يحتاج بالأحرى إلى جهد جماعي من قبل مجموعات معينة، حتى بالمجال الفني أو المجال الإبداع الأدبي. العمل الناجح بحاجة إلى عمل أو مجموعة أو فريق منسجم. فالأغنية الناجحة مثلا بحاجة إلى كلمات الأغاني، بحاجة إلى الألحان الناجحة، بحاجة إلى الأداء الناجح، وبحاجة إلى التوزيع الموسيقي، وإلى التصوير المناسب الفيديو كليب إلى آخره. إذا هناك مجموعة عوامل يجب أن تتوفر ليتم تقديم عمل فني ناجح. كذلك في مجال الكتابة أو العمل الإبداعي، فهناك مفروض أن يتم تبني الأعمال الأدبية من قبل مؤسسات دور النشر، ويتم تقديم كافة التسهيلات للكاتب حتى يتفرغ للعمل الكتابي. فقد يكون أحدهم يستطيع أن يكتب قصيدة أو قصة ناجحة أو مقالة أو يقوم على تأليف كتاب معين، ويأتي الدور على باقي المهام. فتكون مثلا من المفترض أن تكون هناك اتحاد كتاب يكون فيها مؤسسات، قسم المراجعة اللغوية والمراجعة النحوية وللتنضيد والنشر والتوزيع إلى آخره. إن ذلك العمل الجماعي المنسجم على روح الفريق الواحد هو الذي يخلق عملا أدبيا ناجحا فيه الكثير من الفائدة للشعب والبلد والوطن. وهنا أسألك، أنتم في ديريك كيف تقيم العلاقة الثقافية والاجتماعية بين مثقفيها؟ العلاقة بيننا علاقة إيجابية صراحة. أستطيع أن أتذكر قمنا مجموعة من الزملاء والزميلات الأصدقاء والصديقات منذ عام 1995، وكان ذكرى 300 عام، يعني مرور 300 عام على صدور ملحمة موازين للشاعر والكاتب الخالد أحمدي خاني. قررنا وقتها تشكيل جروب ثقافي في ديرك بلغ عددنا حوالي 18 شخصا بين كاتب وكاتبة والمهتمين بالشأن الثقافي. صراحة كان جروبا ناجحا، كنا منسجمين ومتحابين ومتعاونين فيما بيننا. كان على الأقل لدينا نشاطات شهرية من محاضرات وأمسيات وكتابات قصصية وفكرية وغيرها، مع أن طموحنا لم يكن ينتهي عند ذلك الحد. فكان جروبا وتشكل مجموعات ثقافية أخرى في ديريك. كنا متعاونين، نحضر اجتماعات بعضنا البعض، كنا متحابين. لم تكن الفرقة والنفور
تسيطر على أعمالنا. بشكل عام أجواء ديريك من حيث الثقافة أجواء مريحة، أجواء متحابة متآلفة، لكن قد بعض التوجهات السياسية تؤثر على ذلك المنحى وتبعدنا عن بعضنا البعض، لكن قلوبنا تبقى عند بعضها وليست هناك أي مشاكل مع بعضنا البعض. وفي هذه الأيام أستاذ عدنان، ما الذي يشغل بال قلمك أكثر؟ الهموم كثيرة والأمور متداخلة فيما بينها. بتصوري هناك المثقف الكردي عليه أن يناضل في كثير من الجبهات. في المجال التاريخ الكردي نحن بحاجة إلى تسليط الأضواء على التاريخ الكردي البعيد والقريب، التاريخ المعاصر. المثقف الكردي بحاجة أن يتناول مواضيع هامة، يكتب عن الثورات الكردية. هذه الثورات الكردية متى قامت ومن قام بها، ماذا كانت أهدافها، ماذا حقق منها، لماذا انتكست تلك الثورات الكردية في أجزاء كردستان عامة. المثقف الكردي عليه أن يستنتج ويأخذ العبر ويكتبها وينشرها. هناك مثال أخرى حول خصوصية المرأة الكردية ومظاهر الاضطهاد التي عانت منها عبر التاريخ، وأن يسلط الأضواء عليها وعلى شهيرات النسوة الكرد أو المرأة الكردية عبر التاريخ. بالمناسبة حتى المرأة الكردية كانت لها حضورها، فأول جمعية تم تأسيس كعمل نضالي منظم ومبرمج كانت جمعية التعالي لنساء الكرد عام 1919، منذ ما يقارب 96 عاما تم تأسيسها في اسطنبول. كانت لها أهدافها، برامجها، وكانت النسوة البدرخانيين لهم اليد البيضاء في تشكيل تلك الجمعية. هناك الكثير من المسائل علينا أن نسلط الأضواء عليها، وهذه من المستلزمات أو الأمور المطلوبة من المثقف الكردي أن يلقي الضوء عليها ويقيمها ويطرح أفكار لتطويرها نحو الأفضل. ونحن نعيش أيام نوروز، هل تعتقد أن المثقف الكردي أعطى لنوروز ومعانيه حقه؟ بتصوري أن كل شرائح الشعب متعلقون بعيدهم القومي، عيد نوروز أو نوروز، لأن نوروز كحدث تاريخي طبعا له مدلولات كثيرة يمتد إلى 2620 عاما خلت، ومن وقتها ظل الشعب الكردي متمسكا بعيده القومي عيد نوروز. أما المثقف الكردي تسألني إن كان يقوم بواجبه، يقوم حسب ما يتاح له ذلك. فالبعض يكتبون النصوص المسرحية، والبعض يكتبون كلمات الأغاني، والبعض الآخر يقولون القصائد الشعرية، والبعض الآخر يقولون مقالات حول الموضوع، ولكل حسب اهتماماته ومن كل حسب طاقته. لا أعلم إن كان الناس يرضون عن هذا الأداء الذي تحدثنا عنه، لكن يقول أن المثقف الكردي يقوم بواجبه حسب الأمور المتاحة، وقد لا تكون بمستوى الطموح أو الشيء المطلوب منهم. نعم. وأنت لك بحث عن حقيقة نوروز، هذا البحث بماذا يختلف عن الاعتقادات والرؤى السائدة؟ نعم، مع الأسف قلنا قبلها الآن أننا لا نبحث عن تاريخنا، فالتاريخ الكردي بشكل عام كتبه غير الكرد. التاريخ الكردي تم كتابته من قبل المستشرقين، الكتاب الذين كانوا يهتمون بالشأن الشرقي من الناس الغربيين، وقد كانوا يحتكمون إلى مصالحهم أو مصالح دولهم التي كانوا، فالناس كانوا كل يبحث عن موضوع أو يتناول موضوع من زاويته وزاوية مصالحه الخاصة أو الدولة الوطنية. نعم، لكن أن يقوم الكردي بكتابة وتدوين التاريخ الكردي هذا من النذر اليسير، الشيء القليل. بتصوري أن معظم أبناء شعبنا لحد الآن الجميع يحتفل بعيد نوروز، الجميع
متعطشين لقدوم نوروز. الجميع نبتهج ونفرح ونرقص ونلهو بحضور عيد نوروز، وهو عيد القومي الوحيد قد يكون بالنسبة لنا. لكن من خلال متابعتي لمضمون نوروز أن معظم الناس يعرفون الجانب الأسطوري أو الجانب التاريخي، كيف أن ضحاك الظالم الذي كان يتولى أمور الكرد كان ملكا ظالما مستبدا، وعندما أصابه مرض بأكتافه ويقال كان أصيب بمرض عضال قد يكون السرطان وقتها، كيف أن بعض من حاشيته ومن وزرائه أشاروا إليه لكي يقوم بمداواة ذلك المرض بأن يذبحوا شابين ويأخذوا دماغهم ليجعلوا منها مراهم مع أن يخلطوها ببعض الأعشاب ويدهنوا بها أكتافه. فالقصة طويلة، وكيف أن أحد القائمين على تنفيذ ذلك كان يهرب بعض الشبان ويطلب منهم أن يلجوا إلى الجبال ويذبح خروفا بدل من أن يذبح إنسان. كل يوم كان يهرب شخصا فيذبح شخصا ويهرب الآخر ويأتي بمخ لأحد الخراف الموجودة، إلى أن تعاظم شأنهم وكثر عددهم، وجاء الدور إلى ابن كاوى الحداد الذي كان يصنع السيوف والرماح وغير ذلك من مستلزمات القتال وقتها والدروع الحماية. فاتفقوا أن يواجهوا الواقع بشجاعة، فاتفقوا على أن يهاجموا قصر الملك، وأعطوا إشارة بعد أن اتفقوا مع هؤلاء الشبان الذين لجأوا إلى الجبل، اتفقوا على أن يوقدوا النيران في مكان عال، ينزل هؤلاء ويتجهوا نحو قصر الملك. وهذا ما حصل، هجموا عليه وكان يقودهم كاوى الحداد، فقضوا على الملك الظالم وانتهى الأمر. هذه هي القصة المتداولة بيننا، لكن حقيقة الأمر لا أعتقد أن هذا هو السبب الوحيد لتعلقنا بعيد نوروز. كيف ل50 مليون كردي يتعلق بقصة مجرد حاكم ظالم وانتفض عليه الشعب وقتلوه وانتهى الأمر؟ هناك شعوب أخرى يحتفلون بعيد نوروز، الشعب الفارسي، الطاجكستان، الأوزبكستان، شعوب عديدة يحتفلون بعيد نوروز. إذا كانت هذه الحكاية الشعبية أو الرواية الشعبية أو الأسطورية، هناك رواية أسطورية لا نأتي على ذكرها لضيق الوقت، لما كل هؤلاء يحتفلون بعيد نوروز؟ إذا كان ملكا ظالما كرديا وقام الكرد بالقضاء عليه، لما يحتفل طاجكستان وأوزبكستان بهذا الموضوع؟ أو الفرس يعتبرون عيدا رأس السنة الميلادية، رأس السنة تبدأ عندهم بنوروز. إذا أنت تعتقد حكاية نوروز أوسع من هذه الحكاية؟ أوسع منها بكثير. ومن خلال متابعتي توصلت إلى الحقيقة التالية مفادها. طبعا أعتمد بهذا الموضوع على مراجع تاريخية، عدة مراجع تاريخية منها كتاب ميديا وكتب أخرى. الموضوع باختصار شديد، كان هناك الإمبراطورية الآشورية وكانت عاصمتها نينوى، مدينة موصل الحالية التي تقع في العراق. هذه الإمبراطورية كانوا ينشرون الفساد والظلم والتجني والاعتداءات واضطهاد كافة الشعوب التي كانوا تحت مظلة الإمبراطورية الآشورية. وهذه الإمبراطورية كانت ممتدة على دول كثيرة، منها هذه الشعوب التي أتينا على ذكرها، الفرس، الطاجكستان، أوزبكستان إلى آخره. بعد عقود من الزمن أو مئات السنين اندمت الإمبراطورية الآشورية حوالي 600 عام. في نهايتها اتفقوا على أن يواجهوا هذا التعدي والظلم والأمور التي حصلت، قامت القبائل الميدية والذين كانوا الأجداد الكرد، يعني ننحدر من القبائل الميدية الذين يشكلون الأصول الأولى للقومية الكردية. قد تكون يعني إن لم تكن الأولى، لأن الأولى كانوا الحوريين الذين كانوا في عمودة من 2500 عام قبل الميلاد. قد تكون المرحلة الثانية، المهم من القومية أو من الشعوب القديمة الذين يشكلون أجداد الكرد، يعني قاموا بتدريب أنفسهم واتفقوا فيما بينهم. كانوا 4 أقوام الميديين
الذين كانوا في أرضهم في أرض كردستان الحالية، اتفقوا وأصبحوا يدربون شبابهم على القتال والتدريب والتمرين إلى آخره. وقد اتفقوا مع باقي الشعوب المجاورة لهم أنه ما زال الظلم يشمل جميعا، لنقف جميعا بوجه هذا الظلم. وفعلا قاموا بعمل جماعي تصدرهم الكرد، كانت قيادة للكرد كيا كاسبار والقادة الكرد ذلك، وبقية الشعوب عاونوهم بذلك. لكن القيادة الأساسية والفعل الحقيقي كان الكرد، وقد لقوا مساعدة من بقية الشعوب وهاجموا باختصار شديد يقول هاجموا على نينوى عاصمة الآشوريين، وبعد قتال شرس، بعد قتال دام راح فيه المئات من الشهداء والضحايا من قبل المدين، والكثير أكثر من ذلك من القتلى ومن ضحايا الطرف الآخر الطرف الآشوري، استطاعوا أن يقضوا على نينوى ويقضوا على الإمبراطورية الآشورية، فأزاحوا الظلم والاضطهاد الذي كان يمارسه الآشوريين بحق هؤلاء الشعوب، وانتهى فترة الظلم على هؤلاء الشعوب. لذلك بعد أن قضوا عليها وأقاموا بنيان أول إمبراطورية كردية في التاريخ عام 652 قبل الميلاد، واعتبر ذلك بداية التاريخ. فالتقويم الكردي والتقويم الفارسي يعتمد ذلك التاريخ لغاية اليوم، وهو ما يقارب 2620 عاما. اعتبر ذلك يوما جديدا بعد أن أزاحوا الظلم والتعدي والتجني عليهم، اعتبروها يوما جديدا وسموها نوروز، اليوم الجديد. لذلك يحتفل بهذا اليوم لغاية اليوم كل هذه الشعوب. نعم، في الحقيقة هذا بحث شيق، وقد كتبت وهناك مصادر أيضا موجودة في هذا البحث، وقضايا مختلفة أخرى مرتبطة بهذا الموضوع. وفي نهاية هذا اللقاء لو خيرتك أستاذ عدنان لتقول لنا كلمة، فلمن توجهها؟ أقول إن هذا الوقت المرير الذي نعيش فيه، كيف لشعب يبلغ عدده بين 40 إلى 50 مليون، للأسف لا نعرف بالضبط عدد سكان الكرد في أجزاء كردستان والمعمورة والمهجر، لأننا لم يتسنى لنا حتى دراسة إجراء إحصائية لعدد سكاننا في أجزاء كردستان 5، وأقولها أجزاء كردستان 5 وليس 4، لأن هناك تم قيام كردستان حمراء 1924 في الاتحاد السوفيتي، ولي الدراسة عن ذلك الموضوع ترجمتها من اللغة الكردية، سألقيها على شكل محاضرة، ودامت 6 سنوات أيام بتوجيه من إليتش لينين، والذي أقضى عليها هو قادة السوفيت. هذا موضوع آخر سنتحدث عنه في فرصة أخرى إن شاء الله. أقول إن الواقع المرير الذي نعيشه يتحتم علينا جميعا أن نبحث ونعمل ونناضل لتغيير هذا الواقع المأساوي الذي نعيش فيه، ونعمل من أجل بناء غد أفضل لنا ولأجيالنا السابقة، ولكل دوره في النضال، ومن كل حسب إمكاناته وقدراته. أستاذ عدنان بشير، شكرا لاستضافتك لنا في هذه الفسحة الثقافية المنوعة والشيقة فعلا. أشكركم وأشكر جهودكم في نشر الوعي والثقافة في مدينة ديرك وعلى الأثير عبر المواقع الإلكترونية، وشكرا لكم. شكرا لك. أعزائنا مستمعي راديو هيفي اف ام، كنتم في منتدى هيفي الثقافي، وكان معنا ضيفا الكاتب والباحث عدنان بشير، وأنا فرحان كلش محاورا، وإلى لقاء آخر.